تمرين 19/1. المحولات. ألف، يظهر الرسم أدناه محولا رافعا للجهد الكهربائي. في هذا المحول 1. أي ملف يحتوي على عدد أكبر من اللفات، الابتدائي أم الثانوي؟ بما أن المحول رافع للجهد، إذن الملف الثانوي يحتوي على عدد أكبر من اللفات. 2. على الرسم أعلاه سم الملف الابتدائي والملف الثانوي وقلب الحديد المطاوع. نسميهم في الرسم بهذا الشكل. ب. يستخدم محول لتغيير فرق الجهد الكهربائي المنزلي إلى قيمة أقل لإضاءة مصباح يعمل بفرق جهد قدره 12 فولت. 1. هل هذا محول رافع أم خافض للجهد؟ فرق الجهد الكهربائي المنزلي قد يبلغ 220 فولت، في حين أن المصباح يعمل بفرق جهد قدره 12 فولت. إذن يعتبر هذا المحول محول خافض للجهد. 2. إذا كان الملف الابتدائي يحتوي على 1000 لفة، فما عدد اللفات في الملف الثانوي؟ نكتب معطيات السؤال. يستخدم محول لتغيير فرق الجهد الكهربائي المنزلي إلى قيمة أقل لإضاءة مصباح يعمل بفرق جهد قدره 12 فولت. إذن فرق الجهد الابتدائي هو نفسه فرق الجهد المنزلي ويساوي 220 فولت. إذن VP تساوي 220 فولت، وهو فرق الجهد الابتدائي. وفرق الجهد الثانوي هو المستخدم لإضاءة المصباح، VS تساوي 12 فولت. ثم في السؤال، إذا كان الملف الابتدائي يحتوي على 1000 لفة، إذن عدد لفات الملف الابتدائي NP تساوي 1000 لفة. ما عدد لفات الملف الثانوي؟ NS هو المطلوب. إذا نكتب قانون المحول، VP على VS تساوي NP على NS. ثم نعوض. ال VP فرق الجهد الكهربائي 220 فولت تقسيم VS فرق الجهد الثانوي 12 يساوي NP عدد لفات الملف الابتدائي 1000 تقسيم NS وهو المطلوب. نقوم بعد ذلك بالضرب التبادلي. في الضرب التبادلي أضرب المتقابلين. عند المتقابلين 1000 يقابل 12، هذه المتقابلين، هذه غير متقابلين لأن ال NS مجهول. إذن أضرب المتقابلين 1000 ضرب 12 وأقسم على الباقي المتبقي عندي 220. إذن أضرب المتقابلين وأقسم على الباقي. إذن راح يكون عندي 1000 ضرب 12، هذا هم المتقابلين، تقسيم الباقي 220. بالآلة الحاسبة تظهر عندي عدد لفات الملف الثانوي 54.5 لفة. ج. في محطة طاقة صغيرة ينتج المولد تيارا مترددا بفرق جهد 10 كيلو فولت. يجب خفض فرق الجهد هذا إلى 415 فولت للاستخدام في مصنع ما. 1. يحتوي المحول المستخدم لهذا الغرض على ملف ابتدائي عدد لفاته 2000 لفة. ما عدد اللفات التي يجب أن يحتوي عليها الملف الثانوي؟ نكتب المعطيات.
في محطة طاقة صغيرة ينتج المولد تيارا مترددا بفرق جهد 10 كيلو فولت، يجب خفض فرق الجهد هذا إلى 415 فولت. إذا فرق الجهد الابتدائي VP 10 كيلو فولت. لازم أحول من الكيلو فولت إلى الفولت، إذا راح أضرب في 1000 يساوي 10 ضرب 1000 راح يساوي عندي 10,000 فولت. وعندي فرق الجهد الثانوي 415 فولت، إذا VS ثم نكمل. يحتوي المحول المستخدم لهذا الغرض على ملف ابتدائي عدد لفاته 2000 لفة، إذا عدد لفات الملف الابتدائي NP تساوي 2000 لفة. ما عدد اللفات التي يجب أن يحتوي عليها الملف الثانوي؟ إذا المطلوب NS. إذا في السؤال 1 المطلوب عدد لفات الملف الثانوي NS، إذا NS هي المطلوبة. نكتب قانون المحول VP على VS تساوي NP على NS، ثم نعوض. ال VP عندي 10,000 تقسيم ال VS عندي 415 تساوي، وال NP عندي 2000 تقسيم NS، ثم أقوم بالضرب التبادلي. أضرب المتقابلين، ال 2000 يقابل 415 أضربهم مع بعض وأقسم على الباقي، متبقي ال 10,000. إذا NS تساوي المتقابلين 2000 ضرب 415 تقسيم الباقي 10,000. بالآلة الحاسبة تظهر عندي عدد لفات الملف الثانوي 83 لفة. 2. تبلغ شدة التيار الكهربائي المتدفق من المولد 4.5 أمبير. ما مقدار القدرة الكهربائية التي تولدت؟ إذن السؤال الثاني، تبلغ شدة التيار الكهربائي المتدفق من المولد 4.5 أمبير. إذن شدة التيار الكهربائي المتدفقة من المولد يعني شدة التيار الكهربائي الابتدائي تساوي 4.5 أمبير، يعني IP راح تساوي 4.5 أمبير. ما مقدار القدرة الكهربائية التي تولدت؟ يريد قيمة القدرة P كم راح تساوي؟ نكتب قانون القدرة P تساوي VI، وهنا راح استخدم فرق الجهد الابتدائي مع شدة التيار الكهربائي الابتدائي، إذا يساوي فرق الجهد الابتدائي 10,000 فولت ضرب شدة التيار الابتدائية 4.5 أمبير يساوي 10,000 ضرب 4.5 يظهر عند الناتج 45,000 واط، لأن القدرة قيسها بوحدة الوات.
3. احسب شدة التيار الكهربائي المتدفق في كابلات المصنع. افترض أن كامل القدرة الكهربائية المتولدة انتقلت إلى المصنع. إجابة السؤال 3. احسب شدة التيار الكهربائي المتدفق في كابلات المصنع. شدة التيار الكهربائي المتدفق في كابلات المصنع يقصد بها هنا شدة التيار الكهربائي الثانوية، إذن هو يريد IS. افترض أن كامل القدرة الكهربائية المتولدة انتقلت إلى المصنع، يعني أن القدرة الكهربائية في الملف الابتدائي هي نفسها القدرة الكهربائية في الملف الثانوي، والقدرة أوجدتها في السؤال رقم 2 45,000 واط. إذن لكي أوجد شدة التيار الكهربائي الثانوي أستخدم قانون القدرة، ولكن باستخدام فرق الجهد الثانوي وشدة التيار الثانوية. قانون القدرة P تساوي VI. أستطيع القول أن V هنا هي عبارة عن فرق الجهد الثانوي VS، وI هنا هو شدة التيار الثانوي IS، للتمييز فقط عشان ما أخطئ بينها وبين الفرق الجهد الابتدائي وشدة التيار الابتدائي. هو يريد مني حساب شدة التيار الثانوي، إذا راح يتغير القانون بحيث يصبح IS تساوي P على VS. ثم أقوم بالتعويض، يساوي القدرة تساوي 45,000 واط تقسيم فرق الجهد الثانوي يساوي 415 فولت بالآلة الحاسبة. شدة التيار الثانوي تساوي 108 أمبير. د. يستخدم محول لتغيير فرق الجهد الذي توفره محطة الطاقة لشبكة الإمداد. 1. هل هذا المحول يرفع فرق الجهد الكهربائي أم يخفضه؟ عند محطة الطاقة لشبكة الإمداد نستخدم محول رافع للجهد خافض للتيار. 2. هل ينتج عن هذا شدة تيار كهربائي أكبر أم أصغر في خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الشبكة؟ لماذا يعد هذا مفيدا؟ عند استخدام محول رافع للجهد ينتج عن ذلك شدة تيار أقل، والغرض من ذلك هو تقليل فقد الطاقة بسبب مقاومة الكابلات. 3. المزيد من المحولات تغير فرق الجهد الكهربائي الذي يوفر المستهلكين بعيدا عن محطة الطاقة. هل هذه المحولات ترفع فرق الجهد أم تخفضه في أماكن الاستهلاك؟ عند أماكن الاستهلاك تستخدم محولات تخفض فرق الجهد وترفع شدة التيار.